السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا بكم في قناة محمد عصام. انا جاي اشرح لكم حاجة سهلة بسيطة جدا جدا جدا، هي طريقة تركيب مود استدعاء السيارات في لعبة جاتا 3. بس شرط لو انت لسه اول مرة تشوفني تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس عشان يوصلك كل جديدنا، ويلا بينا. وقعدتكم تاني يا شباب، وزي ما انتم شايفين طبعا اول حاجة هتعملها هتخش عندي على التعليقات، هتبدأ ان انت هتلاقي لينك، تبدأ ان انت هتدوس عليه هيبدأ ان هو ينقلك للصفحة ديت. طبعا ده اللينك دوت هتلاقيه مثبت في اول كومنت تحت الفيديو. هتبدأ ان انت تخش عليه وهيبدأ ان هو ينقلك للصفحة ديت. فبعدين هتبدأ ان انت هتدوس على كلمة داونلود وهتلغي القايمة ديت اهو يا جدعان تحت زي ما انتم شايفين. هنخش عليه بشكل اوضح اهو يا جدعان زي ما انتم شايفين. دي مود استدعاء السيارات زي ما انتم شايفين. طبعا يا جدعان هتدوس عليها كليك شمال كده، وهتبدأ ان انت هتدوس على مود استدعاء السيارات. بدأ يا جدعان طلب كلمة الصيغة زي ما انتم شايفين. هتبدأ ان انت هتخش كده على الملف وهتنسخ كلمة محمد عصام بالانجليزي ديت، او هتلاقيني سايبها لك في الوصف تحت الفيديو. خدها كوبي بيست على طول وحطها هنا. يا اما بقى تكتب MOHAMEDESEM. هسيبها لكم على الشاشة باخدك دلوقتي قدامكم علشان اللي عايز يكتبها. وهتبدأ ان انت هتدوس على اوكي. اهو يا جدعان زي ما انتم شايفين طلع لي ملف، هبدأ ان انا اخش عليه. اهو يا جدعان زي ما انتم شايفين هبدأ ان انا اخش على حاجة اسمها ملف كليو، وهاخد الملف اللي جواها دوت كوبي، وهبدأ ان انا اروح عند ملفات اللعبة لعبة جاتا 3 وهخش عليها كده، واخش على ملف اسمه ملف كليو. طبعا لو معلكش الملف دوت هتلاقيني سايب لك في التعليقات طريقة تحميله. وبعدين هتبدأ ان انت تخش عليه، وهتبدأ ان انت تحط اللي انت نسخته هنا بيست. اهو يا جدعان وهبدأ ان انا اشغل اللعبة وارجع لكم مرة تانية. اهو يا جدعان وزي ما انتم شايفين اول ما دخلت اللعبة هبدأ ان انا ادوس على F4، وهبدأ ان انا امشي بالسهم كده على العربية اللي انا عايزها. ده يا جدعان اسم العربيات، مثلا هجيب باص، وهبدأ ان انا ادوس على انتر. اهو يا جدعان بدأ جاب لي باص او اتوبيس زي ما انتم شايفين. طبعا عشان اشغلها تاني هدوس على F4 وهبدأ امشي بالقايمة كده وهدوس انتر. كل ده يا جدعان عربيات زي ما انتم شايفين. اهو يا جدعان كل دي عربيات هتلاقوها في اللعبة. وكانت دي نهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكان سهل بسيط عليكم. لو الفيديو عجبك متبخلش عليا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.